هل حقا شبيبة القبائل تعمدت الخسارة الليلة ضد يانغ أفريكانز ب3 أهداف دون مقابل للإطاحة بالجيش؟ لأن في حالة خسارة الجيش كان سيودع البطولة. فهل نوايا شبيبة القبائل الإطاحة بالجيش، أم أن شبيبة القبائل، بالنسبة لي أن شبيبة القبائل هذه مباراة شكلية، يعني هما كانوا مقصيين أصلا، وبالتالي ما غاديش تكون عندهم ديك الروح والرغبة بالفوز. لكن يانغ افريكانز كان عندهم رغبة، كان عندهم هدف، لو فازوا يعني بحصة عريضة والجيش انهزم سيتأهلون، وبالتالي غادي يلعبوا برغبة وبحماس وبجرينتا وروح إلى غير ذلك. لكن شبيبة القبائل كانت يعني أقصيت من قبل، وبالتالي هي مباراة شكلية بالنسبة لهم، لا داعي أنهم يعني يعطيوا فيها أكثر من مما قدموه. فشنو في نظركم؟ يعني هل تعمدوا؟ هل نواياهم كانت سيئة؟ يعني لماذا؟ يعني حتى لو كانت نواياهم الإطاحة بالجيش فلماذا؟ يعني ما السبب وراء ذلك؟ علاش؟ قول لي علاش النوم محلاش.